السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم معايا في فيديو جديد واقتراح جديد. واليوم كفكرة غداء أو عشاء جيت نحضر معكم مقيلة هكا بالكفتة والخضار. تيجي واحد الاقتراح زوين صحي كذلك لذيذ بزاف. تنتمنى إلا ما عمركم جربتوا الكفتة بهذه الطريقة هذه بهذا التستاف هذا وبهذه التشكيلة هذه فجربوها أكيد إن شاء الله تنال الإعجاب ديالكم. فراه تيكون واحد الفرق كبير على أننا نديروا الخضرة من التحت ونديروا هكا الكفتة من الفوق، أو نخدموا فقط الكفتة مع البصلة. فراه هاد المقيلة بهاد التشكيلة هادي تتخلي هادوك العناصر هذيك الخضرة كلها شادة بلاصتها، تتحافظ لنا على المذاق ديالها. فكل حاجة تاكلوها بالمذاق ديالها وتيجي واحد فاش ندمجوهم هكا تعطيونا واحد المقيله اللي لذيذه بزاف. تنتمنى ان شاء الله الاقتراح ديالنا ينال الاعجاب ديالكم. وبالنسبه للعناصر اللي نحتاجها ان شاء الله فعندي هنايا البصله كذلك مطيشه والقرعه الخضراء الفلفله والبطاطا اللي تنكون شكلتهم على هذا الشكل كما تتشوفوا، والكفته انا خدمت هنا بالكفته ديال لادان، تقدروا تخدموا بالكفته اللي تعجبكم. عندي كذلك صلصه الطماطم، وهنايا ترجع نقطع هذيك البصله على هذا الشكل كما تتشوفوا معايا. خدمت انا بهذيك القصبه ديالها، فراه الا كانت هكا رطبه تخدموا بها ولا لقيتوها مقصبه تحيدوها. هادشي تيكون معروف انكم تقلبوها، فالا كان هذاك الساق ديالها رطبه وزوينه قابله اننا نقطعوها فراه تجي حتى هي في الماكله تجي زوينه ما نضيعوهاش. ولا لقيتوها مقصبه في بعض البصله تكون هكا قاصحه فتخلصوا منها تنقطعوها على هذا الشكل هذا كما تتشوفوا. فراه تترجع تنزل معنا ديك البصيله تجي هكا معلكه في هذاك القعر ديال القميله. فراه حنايا هذيك البصله تنفرشوها في القاع ديال هذاك الاناء، وكذلك تنضيفوا لها مطيشه. هذا هو اللي تيخلينا اننا نحصلوا على واحد المقيله اللي تتكون بنينه معلكه ما تجيناش نهائيا محروقه. فراه ضروري تفرشوا لها شي حاجه هذيك الخضره، ما تجيوش وديروها هكا في المقله ديريكت. وهنايا تنبدا نشكل هذوك الخضار مع الكفته. اول حاجه بعدا تندير هذيك البصله مع صلصه الطماطم هي الاولى كما قلت لكم كطبقه اولى تنفرشوها، ومن بعد تنشكلوا الخضره مع الكفته كما بغينا. تنديروا هكا حبه من كل حاجه. الا كانت عندنا الكفته قد الخضره او قريبه لها فراه تنديروا المهم حنا تنديروا التشكيل عينينا ميزاننا. الا كانت عندنا الكفته كثيره غالبه على الخضره تنديروا هكا حبه حبه، تنديروا حبه من اي خضره ونديروا حبه ديال كره من الكفته ونعاودوا نديروا تاني هكا بالتناوب. ولا كانت عندنا الخضره كثر فراه حنايا تنعيننا ميزاننا تنديروا هكا 3 تشكيلات ديال الخضره ونديروا كره ديال الكفته. والمهم الترتيب تيبقى اختياري، هكا تقدروا ديروا خدموها بهذه الطريقه هذه على شكل اغصان او على شكل شجره كما خدمتها انا. وفيت لي شاركتها معكم على شكل دوائر، دائره في وسط دائره تنكونوا غاديين هكا بالتناوب حتى تنحصلوا على واحد الدائره صغيره الوسط حتى هذيك تعطينا واحد الشكل اللي تيكون زوين. وهنا شكلتها كما شفتوا على هذه الطريقه هذه تنستمر حتى تنكملها كامله. ونضيف لها توابل. التوابل تتبقى لا باز هي الخرقوم البلدي سكنجبير والملحه البزار شويه ديال التحميره. وليكم الاختيار كنتو تضيفوا القزبور اليابس ما نساوش او القزبور طري. كنتو هكا تتبغيو شي نوع اخر من التوابل تعجبكم مع الكفته فضيفوه ماشي مشكل. انا هنايا اكتفيت بهذه التوابل اللي ذكرت معكم. كذلك زيت المائده، وحتى تطيب تكون واجده ديك الكفته في الاخر وتنضيفوا لها زيت الزيتون. انا ما تنطيبش زيت الزيتون مع الاكل كما عودتكم دائما في الفيديوهات ديالي او الاطباق.
فعلاش قلت لكم هاد الكفتة تتحافظ على المذاق ديالها، هادوك الخضار اللي فيها، فحنايا كيما تشوفوا درنا التبزيرة من الفوق، ما تنرجعوش نحركوا هاديك المقلة ديالنا، او ما تنحركوش بزاف، تنكتفيو فقط باننا تنهزو شويه، تنحاولوا نقعدوا شويه هذوك العناصر باش تدخل لينا هذيك المرقه لتحت فقط، ما تنخلطوش. فهذيك التخليطه اللي ما تنخلطوش هي اللي تخلينا اننا نحصلوا على واحد الكفته اللي تتكون او هذيك الخضار اللي تتبقى صاينه شاده الشكل ديالها، كذلك شاده المذاق ديالها، ما تندمجوش الخضار مع بعضياتها، تجي واحد المقيله هائله. صدقوني كما تشوفوا هذيك الرشه ديال البزار راه بقات باينه. طابت الخضره في هذه المرحله هذه، البطاطا طابت كذلك الكفته، والعناصر كلهم تنجهدوا عليها في الاول حتى تنشوفها اكتسبت درجه حراره عاليه، بدات تغلي معنا مزيان، ونقصوا عليها، نغطيو عليها طيب على مهلها، تجينا واحد المقيله معلكه بدون نقطه ماء كما شفتوا معايا. فراه معروف ان الكفته ما تيكونش فيها الماء، واكتفينا بهذاك الماء اللي تلقات لينا هذيك الخضار. تيجي واحد الاقتراح هائل، جربوها ان شاء الله اكيد تعجبكم. تيحماقوا الدراري الصغار على هاد الوصفه هذه، جربوها بعينكم مغمضين. وتنتمنى الاقتراح ديالنا يلقاكم في اتم الصحه والعافيه، ما تبخلوش علينا بهذيك البصيمه وشي تعليق زوين، والسلام عليكم.